السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إسلام نصر من قناة توينزي ريفيوز. زي ما اتعودنا يا جماعة مع بعض دايما معانا كل جديد في القناة. زي ما وعدتكم في المراجعة اللي فاتت كنا بنتكلم طبعا عن ريلمي 2 برو، أحدث حاجة نزلت في الفئة المتوسطة في السوق المصري والسوق العربي، واتكلمنا عن المزايا وفتحنا العلبة مع بعض وشفنا ايه هي محتوياتها وايه هو اسوأ عيب من وجهة نظري. طبعا لو انت بتفكر تشتري الموبايل ده انصحك ان انت تشوف المراجعة دي، هتلاقيها عندك في الوصف. النهارده بقى رجعت لكم مع المراجعة اللي انا وعدتكم بيها، هنتكلم ان شاء الله عن اهم الحركات والمزايا والاختصارات الواضحة والمخفية اللي موجودة في ريلمي 2 برو. هعمله ان شاء الله على جزئين علشان ما يبقاش ممل للبعض منكم. هنبدأ على بركة الله مع بعض. بسم الله نبدأ. اول ميزه لاحظت انها موجوده في ريلمي 2 برو، عندك فيه السلايد بار. زي ما انتم شايفين ده شريط كده انت بتسحبه من الجنب، بيكون فيه مجموعه من الادوات ومجموعه من التطبيقات تقدر تضيفها وتقدر تعدل عليها علشان تساعدك في استخدام التليفون. منها طبعا اللي انت تقدر تاخد لقطه شاشه سكرين شوت، ممكن تقدر تسجل الشاشه، تسجيل الشاشه فيديو، ممنوع الازعاج، الكاميرا، الفيسبوك، اليوتيوب، التطبيقات اللي انت بتحب تستخدمها دايما وعايزها تكون قريبة منك، سلس وسهل. طيب لو مش شغالة هنشغلها ازاي؟ هتخش في الاعدادات، عندك وسائل الراحة الذكية، هتلاقي الشريط الجانبي الذكي، هتقدر تشغلها من هنا وتفعلها. شايف انها ممكن تهم البعض. في ميزة اسمها الكرة الذكية او الكرة المساعدة، هتلاقيها عندك في لوحة الاشارات والادوات، هتسحبها. لو ما لقيتهاش عندك هتضغط على الاختصار ده، هيطلع لك كل الادوات اللي انت ممكن تضيفها على الادوات المتاحة عندك عن طريق ان انت تضغط عليها كده وتقوم ساحبها وحاططها فوق. تمام. طيب فين الكرة الذكية دي او اهميتها ايه؟ ان انت بتضغط عليها تشغلها، دي بتعمل لك اختصارات كده في الشاشة. وطبعا في تطبيقات بتوفر الكرة المساعدة دي، طبعا عارفينها كلنا وكلنا كنا استخدمناها، ولكن دي متاحة في النظام بتاع الموبايل، تقدر تستفيد بيها. ان انت مثلا لو انت دخلت في تطبيق او حاجة تقدر تضغط على ضغطة واحدة يطلع لك مجموعة من الادوات. عايز تقفل الشاشة، عايز ترجع للشاشة الرئيسية، عايز تفتح المالتي تاسكينج مثلا، عايز ترجع لورا، عايز ترجع للشاشة الرئيسية. طيب نفعلها منين تاني؟ انت ممكن زي ما قلت لك من لوحة الاشارات، ممكن تجيبها برضو من الاعدادات، من وسائل الراحة الذكية. عندك هنا الكرة المساعدة، تقدر بقى انت عايزها ايماءات ولا عايز حركات. ايماءات يعني انت مثلا لو ضغطت كده هيقوم راجع، لو ضغطت مطولا كده هيرجع لك للهوم. انا شايف انها مفيدة جدا. زي ما اتعودنا في جميع الهواتف اللي بتدعم الشاشة الكاملة، عندك طبعا الأدوات بتاعة التنقل اللي تحت دي انت ممكن تعدلها. طب هنعدلها منين؟ هتخش في الإعدادات، برضو في وسائل الراحة الذكية هتلاقي عندك مفاتيح التنقل، هتقدر تغيرها، وإيماءات أو تلغيها زي ما انت عايز. والإيماءات أنا لاحظت إن هنا الإيماءات فيها اوبشنز اكتر من الموبايلات التانية. انت ممكن زي ما انتوا شايفين بقى تصفحها زي ما انت عايز، ايماءات بسيطة، عايز تخلي الرجوع الناحية دي، عايز تخليه الناحية التانية، زي ما انت تحب هتظبطها. وعايز تخفي الشريط الدليلي، انت عندك هنا شريط كده بسيط كده، لو واضح عندكم في التصوير ممكن تشيله عن طريق انت تفعل دي. انا شايف ان انت تقدر تستخدم ال زي ما انتوا شايفين كده الشريط الدليلي واضح في الخلفية السوداء، ممكن تلغيه. في ميزة أنا شايف إنها مهمة جدا، إنك تقدر تقفل التطبيقات بتاعتك بالبصمة. دي طبعا مش متوفرة في كل الهواتف اللي فيها بصمة، فأنا شايف إنها مهمة جدا في الموبايل. طب نفعلها منين؟ هتخش على الإعدادات، بصمة الإصبع والوجه، هتقوم مختار بصمة الإصبع، هتدخل طبعا الباسورد بتاعك. استخدام بصمات الأصابع بعد ما تعمل بصمة، استخدام بصمات الأصابع. أنت عايز بقى تظبطها، قفل التطبيق هتفعلها، وقفل وأمان الخصوصية. يبقى انت كده هتقفل التطبيقات بتاعتك عن طريق البصمة. طيب نقفل بقى التطبيقات ازاي؟ هتخش برضو من الاعدادات الامان، عندك تحت تشفير التطبيقات، تخش هيعرض لك كل التطبيقات، تقدر تشفر اي تطبيق انت عايزه.
عندك مثلا هنشفر الصور مثلا، تقوم داخل على الصور وتقوم مفعل التشفير. عايز تخفي الأيقونة بتاعته من على الواجهة الأساسية ما يبقاش ظاهر، تخفيها تضغط على الخيار ده، مش هيعرض لك أي إشعارات ليه ومش هيعرض لك أي حاجة ليه في المهام الأخيرة، كأنك أنت خفيه بالظبط، مش هيبقى واضح خالص. طيب تقدر بقى تظهره إزاي؟ انت خفيته تظهره ازاي؟ هتظهره عن طريق ان انت تعمل رقم على لوحة المفاتيح. طب هتظبط الرقم ده منين؟ هتقوم ضاغط على العلامة اللي فوق وهتقوم مغير في هنا رقم الوصول. رقم الوصول ده انت تقدر تعمل رقم علشان تعمله على لوحة الارقام، يقوم ظاهر لك التطبيق ده كحاجة زي باسورد كده، انت عارفه بس محدش يعرفه. فاحنا مثلا هنعمله مثلا شباك، لازم يبدأ بشباك وينتهي بشباك، شباك 55 شباك، وهتقوم حافظه. تمام. تعالوا نجرب. عندك مثلا هنا اهو مفيش الصور، احنا مش موجودة. طب اظهرها ازاي؟ تدخل في جهات الاتصال كده، المكالمات، وهتقوم مدخل شباك 55 شباك، هيظهر لك الصور وهيظهر لك اي حاجة تانية في ده، كأنه فولدر كده خافي الحاجات اللي انت عاوز تحميها. تمام. شايف انها ميزة مهمة جدا. طيب في ميزة تانية بتكمل اللي احنا بنقوله، ميزة الفولدر الآمن أو البرايفت سيف. دي برضو هنجيبها منين؟ هتخش في الإعدادات، الخصوصية والأمن، الأمان، الخصوصية الآمنة. الخصوصية الآمنة ده كأنه فولدر، حاجة برايفت تقدر تحط فيها صور، فيديوهات، أصوات خاصة بيك انت بس، تقدر تحطها جواه عشان تخبيها. تمام. وهتدخل عليها عن طريق الأيقونة دي، أو إنك عن طريق الأيقونة اللي موجودة بره اللي احنا مفعلينها زي ما انتوا شايفين كده، تضغط عليها يقوم فاتحهولك، وتقدر بقى انت تستعرض الصور والحاجات اللي انت حافظها او تدخل فيها صور. طيب في طريقة تانية نقدر نعرض منها. نقدر نعرض منين؟ هنقدر نعرض، هتخش في الفولدر بتاع الصور مثلا، هتقوم ضاغط مطولا هنا فوق على عنوان الفرع اللي فوق، وتقوم مدخل الباسورد، هيقوم متفتح لك برضو البرايفت سيف. تمام. شايف ان الميزة دي هي وقفل تطبيقات بالبصمة مهم جدا. طيب في ميزة تانية في الشاشات الكبيرة مثلا، زي الشاشات اللي بتعدي 6 بوصة أو أكتر، اللي أنت تقدر تستخدم موبايل بإيد واحدة لو الموبايل كبير في إيدك، عن طريق إن أنت هنا حاطط لك اختصار في اللوحة دي فوق. هتلاقي هنا عندك فيه، لو مش موجود هتضغط على دي، هتلاقي عندك تشغيل بيد واحدة زي ما أنتوا شايفين، وتوسعها تاني. في ميزة كمان إن أنت تقدر تقفل الشاشة من غير ما تضغط على زر الباور ده، عشان يخفف استعماله، عشان ما يبص مع الوقت. عندك برضو اختصار ليها هنا، هتلاقي عندك في شاشة التأمين بضغطة واحدة، هتدوس كده يقوم ايه قافل. لو انت مثلا موبايل حد هيشده منك مثلا، او في اي حاجة حصلت تقدر تقفله بضغطة واحدة. في ميزة تانية في حاجة اسمها ركن الأطفال، عندك برضو متاح في لوحة الأدوات دي. عندك ركن الأطفال تقدر تفعله كده، هيقوم جايب لك الحاجات اللي انت حاططها بس تطبيقات للأطفال عشان الاستخدام بتاعهم، وتقدر تحدده بمدة معينة. طبعا لما تيجي تخرج لازم تدخل باسورد عشان الطفل ما يقدرش يخرج من الوضع ده. طب هنفعله منين؟ هنقوم داخلين في الإعدادات، هنخش في الأمان، عندك ركن الأطفال تحت، عندك بقى مدة الاستخدام، تقدر بقى عايز الطفل يستخدم موبايل قد ايه، التطبيقات اللي انت بتسمح انه يوصل لها تشغلها من هنا. ايقاف تشغيل البيانات ده اهم حاجة طبعا، عشان ما يفتحش الشبكات ويبوظ الدنيا. وعندك هنا الدخول لركن الاطفال طبعا، وعشان يخرج زي ما قلنا لازم باسورد. شايف انها ميزة مهمة لو انت بتسمح للاطفال بتوعك ان هم يستخدموا الموبايل بتاعك. في ميزة أنا شايف برضو إنها مهمة موجودة في الموبايل، عندك الجيم سبيس أو مساحة الألعاب بتاعتك، أو الفولدر اللي أنت بتجمع فيه الألعاب، زي مثلا الجيم لانشر كده في سامسونج، وزي الجيم سوت في هونر مثلا، أو اللي موجود على الماركت. ده بيجمع لك كل الألعاب اللي أنت بتحملها، وبيتيح لك مجموعة من الأدوات تقدر اللي انت تتحكم فيها في اللعب، زي انك تقدر تتحكم في الأداء، عايز الأداء مرتفع ولا عايز الطاقة يستهلك اللعبة تستهلك طاقة منخفضة ولا متوازن. يعني برضو بيمارس وظيفة انه بيسرع الألعاب ويخلي الأداء بتاعها سلس،
ويحجب الاشعارات لو انت مثلا حظر المكالمات وانت بتلعب، مش عايز حاجه تخرجك من الجيم، عايز اي حاجه تعملها عندك هنا هتقدر تظبطها. وعندك قفل السطوع لو انت عايز ان انت تقفل سطوع الشاشه اثناء اللعب، عايز ان انت تظبط اي اعدادات تانية، هتقوم داخل هنا في العلامه اللي موجوده فوق، هتقدر تدير الالعاب بتاعتك وتقدر تضيف الالعاب تلقائيا. ما تحمل اي لعبه تقوم متضافه تلقائي للركن ده. وتقدر انت تعمل تسريع رسوميات طبعا ومساعد اللعبه، ده هيخلي الاداء بتاع اللعبه احسن وافضل. طيب افرض انت مش عايز شريط الادوات والاشعارات يشتغل وقفل الشاشه شغال، يعني انا مش عايز اقفل كده الشاشه كده والباسورد معمول وانزل كده تنزل، انا مش عايز دي عشان محدش يلعب فيه. هتعملها ازاي؟ انت ممكن تقفله. هنقفلها من الاعدادات، الاشعارات وشريط الحاله، السماح بظهور الشريط. عندك هنا السماح بظهور الشريط، انت لو فعلتها يبقى انت بتسمح ان هو يظهر، انا مش عايز. اهو هنجرب، مش هتنزل معاك. انا شايف ان دي امن طبعا عشان محدش يلعب في الموبايل بتاعك. دي كانت سريعا كده اهم المزايا والحركات اللي موجودة في ريلمي 2 برو. بس ده طبعا كان الجزء الاول عشان ما اطولش عليكم. ان شاء الله قريب جدا جدا الجزء التاني هينزل، علشان يكون الفيديو متاح ان الجميع يشوفه، ويكون مش طويل عشان ما يكونش ممل بالنسبة لكم. لو عجبكم الفيديو ولقيته مفيد اعمل لايك وشيره مع اصحابك واعمل سبسكرايب في القناة عشان تتابعنا ان شاء الله في كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.